السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وبخير وبعافية. اليوم جيتكم بوصفة رائعة جدا، وصفة خاصة بعلاج مشاكل الشعر وكذلك تساقط الشعر، تقصف الشعر، وكذلك هذه الوصفة تعتبر كيراتين للشعر المجعد، يعني ترطب الشعر تاعنا. ولكن قبل ما نبداو في الوصفه نتمنى من كل واحد دخل عند جديد للقناه ان يشترك فيها ويضغط على جرس التنبيهات لكي يصلكم مني كل جديد لحظه تنزيل الفيديو الجديد. حنبدا مع اول مكون واللي هو الطماطم. الطماطم مفيده جدا للشعر تاعنا، تمنح لنا الشعر تاعنا رطوبه ولمعان، تعطي واحد اللمعان للشعر رائع جدا، وكذلك تمنع تساقط الشعر، تزيل الروائح الشعر السيئه، وتساعد على استعاده لون الشعر الحقيقي، كما انها تعالج مشاكل الشعر باكملها. يمكن لعصير الطماطم ان يساعد على علاج الحكه في فروه الراس، وكذلك منع تكون القشره والاصابه بالاكزيما والصدفيه، وذلك لكونه يوفر ما يحتاجه الشعر من عناصر غذائيه كفيتامين جي والكولاجين التي تحارب اسباب حدوث تلك المشاكل في الشعر تاعنا، وتشجع نمو الانسجه السليمه لفروه الراس. حنستعمل نصف حبه تاع طماطم، يعني العصير نصف حبه طماطم. شوفوا الحبه نتاعها كبيره، يعني متوسطه مش كبيره بزاف. نتوما اذا كانت عندكم حبه صغيره دوها كامل، دو عصير تاعها كامل. انا ندير نصف عصير حبه طماطم فقط. هنعصروها جيدا، يعني معليش الا طاحت هذيك الزريعه تاعها ولا هذوك البقايا اللي في الطماطم عادي راهم ملاح. نعصروها نتحصلوا على نصف كاس تاع اتاي تاع عصير طماطم. ثم نرجع للمكون الثاني، وهو كذلك مكون مفيد جدا للشعر، عندها يعني فوائد عديدة للشعر حنذكرها الآن، وهو أنه تقلل من تساقط الشعر اللي هي الخميرة الفورية. يعني الخميرة الفورية عندها فوائد كثيرة للشعر، لولا أنها تقلل لنا من تساقط الشعر، تساعد في علاج الشعر التالف، تقوي الشعر من الجذور وحتى كامل الشعر، ترطب الشعر وتمنح نعومة المطلوبة، تمنح الشعر كذلك لمعان وبريق، تعطي الشعر المظهر الجذاب والجميل، تساعد على نمو الشعر بعكس عديد من الأقنعة يعني المحضرة والطبيعية. الخميرة هي يعني أقوى يعني مكون طبيعي ينمي لنا الشعر تاعنا بشكل سريع جدا. حنستعمل ملعقتين من الخميرة الفورية، نديرو الملعقه الاولى والملعقه الثانيه، يعني ملعقه تكون صغيره ما تكونش مملوءه بزاف. ثم نرجع للمكون الثالث والاخير واللي هو ماء الورد. يعني كذلك ماء الورد عنده فوائد للشعر تاعنا، يقوي بصيلات الشعر وجذوره، وبالتالي يعالج التساقط ويساعد في نمو الشعر، يغذي فروة الرأس ويبقيها رطبة، يرطب الشعر تاعنا، ويبعث على انتعاش في الرأس، وبالتالي يسهل وصول الدم إلى فروة الرأس، يقلل من تقصف الشعر وتكسره وتلفه. وهذه يعني المشكلة يعني منها العديد يعني من الناس. حنعطيناكم هاد المكونات كامل في 3 يعني تحل لنا مشاكل الشعر. هنستعمل 4 ملاعق من ماء الورد. ثم نقوم بخلط جميع هذه المكونات جيدا حتى نذوبوا الخميره مليح حتى تشوفوا الخميره يعني ذابت كامل، خاصه اللي عندهم خميره البيره لازم يعني تذوبوها كامل كما راكم تشوفوا حتى تخدم لنا الخميره تاعنا مليح ولا الخميره هكذا. نرجع الان الى طريقه استعمال هذه الوصفه. بالنسبه لطريقه الاستعمال، نضع هذا الماسك على الشعر تاعنا، يعني يكون الشعر مسرح، احسن انكم تسرحوه بالمشطه ومن بعد توضعوا هذا الماسك. بعد كي توضعوه يعني لازم نديروا كذلك الجذور تاع الشعر تاعنا وحتى الاطراف، يعني مليحه لهم بزاف هذه الوصفه. ثم نغطيها بكيس بلاستيكي ونديروا فوطه تكون يعني سخونه، نديروها في الماء سخون ونعصروها مليح ونديروها على الشعر تاعنا. هنخلوها لمده نصف ساعه، ثم نغسل الشعر تاعنا جيدا يعني بالشامبوان، لان الخميره راه فيها الريحه. نغسلوه 3 مرات ولا
بالشامبوا ونديروا بلسم، لان يعني كي تغسلوا الشعر تاعكم بزاف راه يجف. هنايا راح نديروا له بلسم، يعني تعطيكم نتيجه رائعه جدا هذه الوصفه. يعني نتمنى يعني عادي اللي ما كانش عندهم البلسم غير بالشامبوا وراح تعطيه نتيجه يعني رائعه جدا هذه الوصفه. ومع الوقت راح تعطيكم يعني شعر صحي وجميل ولامع وعنده لون. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. اتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه. يعني ما تنساوش تخلونا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.